السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان تعرف أوصاف الجنة ونعيم الجنة اسمع لهذا الحديث الذي أخرجه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى سأل ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة فيقول أي ربي وكيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقول له الله أترضى أن يكون لك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت ربي. لكن أكرم الأكرمين أجود الأجودين الله سبحانه وتعالى يعطيه فوق ما رضي به هذا الرجل، يعطيه فوق ما يتمنى، يعطيه فوق ما يشتهي. يقول له الله سبحانه وتعالى لك ذلك ومثله 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 ومثله، فيقول في الخامسة رضيت ربي، فيقول له الله لك هذا وعشرة أمثاله، يعني 50 ضعف ملك من ملوك الدنيا. هذا المين؟ لأقل واحد من أهل الجنة منزلة، لآخر واحد يدخل الجنة. تخيل. لا، وفوق هذا يقول الله سبحانه وتعالى لك هذا وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. يا الله، لو هذا أقل واحد أجل كيف أعلى واحد؟ عشان كذا موسى سأل ربه قال ربي فما أعلاهم منزلة؟ قال الله يجعلنا منهم يا رب أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. الله أكبر. اللي في الجنة ما رأته العيون، اللي في الجنة ما في أذن سمعت مثل نعيم الجنة. لو جمعنا مليارات البشر وقلنا لهم تخيلوا نعيم الجنة وتخيلوا إيش ممكن يصير لكم من أعظم النعيم، مستحيل تخيلوا حاجة تكون قريبة من النعيم الحقيقي اللي في الجنة. لأن اللي في الجنة فوق ما نتصور وفوق ما نتخيل، أخفاه الله سبحانه وتعالى لنا. قال سبحانه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. تخيل لما تدخل الجنة، أهل الجنة يدخل الجنة شباب لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم، جردا ما في شعر على جسمهم، مردا ما في شعر على وجههم، لا يتبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يمرضون ولا يسقمون، ما يصيبهم هم، ما يصيبهم حزن، ما يصيبهم نكد، ما يصيبهم كدر، ما في تعب، ما في كد، ما في دراسة، ما في عمل، ما في إلا راحة، ما في إلا نعيم، ما في إلا لذة، ما في إلا ما تريد، ما في إلا ما تتمنى وما تشتهي، وفوق ما تريد وفوق ما تتمنى وفوق ما تشتهي تعيش في القصور تجري من تحتها الأنهار. إيش هي أنهار الجنة؟ أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر. الخمر اللي احنا محرومين منه، الخمر اللي حرام علينا اللي عمرنا ما شربناه، ايوه، لكن غير الخمر هذا اللي يذهب العقل. خمر الجنة ما يذهب العقل، خمر الجنة أفضل بكثير. وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات، أي ثمرة تبغاها، أي شيء تشتهي موجود، وفواكه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. ترى الطير تشتهيه يأتيك كما تريده، كما تشتهي، مشوي مقلي، اللي تبغاه اللي تبغاه يأتيك، اللي تبغاه يجيك. ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. مغفرة الله ورضوان الله، الله سبحانه وتعالى راضي عنك، الله سبحانه وتعالى غافر لك ذنوبك. ولهم فيها أزواج مطهرة. أنت يا شاب، أنت يا رجل، يزوجك الله سبحانه وتعالى من الحور العين، وصفهن الله سبحانه وتعالى بأنهن خيرات حسان، لو بصقت لو تفلت على البحر لجعلته عذبا. وأنت يزوجك الله سبحانه وتعالى برجل بجمال يوسف عليه السلام. يوسف اللي الحريم لما شافوه قطعنا أيديهن وما حسوا ولا عرفوا أنهم يقطعوا يدهم من جمال يوسف. هذه الجنة يا إخوان، اللي تفوته حرام عليه، اللي يخسرها هو الخسران، واللي يدخلها هو الفائز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. تبغى تكون من الفائزين؟ تبغى تكون من الناس اللي يكسبوا بدخولهم الجنة؟ امشي في الطريق الصح،
امشي بالطريق المستقيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. يعني كلنا إن شاء الله ندخل الجنة إلا بس اللي ما يبغى يدخل الجنة، إلا من أبى. فالصحابة يسألوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالسؤال اللي يطرح نفسه أنت وأنا، هل إحنا نطيع الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم عشان ندخل الجنة، ولا إحنا قاعدين نعصي الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم فنحن نأبى دخول الجنة؟ لازم نحاسب نفسنا. تبغى تدخل الجنة، إيش رصيدك من الأعمال الصالحة؟ إيش رصيدك من الحسنات؟ يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إيش قدمت عشان توصل للجنة؟ حياتك كيف قاعد تقضيها؟ هل تقضيها في طاعة الله سبحانه وتعالى، في رضوان الله سبحانه وتعالى، ولا لا؟ لا تكون تقضيها في معصية الله سبحانه وتعالى وبعيد عن الله سبحانه وتعالى. حاسب نفسك الآن لو تبغى توصل للجنة، حاسب نفسك. لازم تخاف الله سبحانه وتعالى، لازم خوف الله سبحانه وتعالى يكون في القلوب. يقول الله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. المعصية تتيسر لك وانت تبغاها وانت تشتهيها، لكن تتركها مخافة الله سبحانه وتعالى. هذا هو طريق الجنة. وصية ونصيحة مرة مهمة لو تبغى توصل الجنة، اسمعها وطبقها واحفظها. 5 صلوات، 5 صلوات عشان توصل لجنة عرضها السماوات والأرض. يقول الله سبحانه وتعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. تبغى الجنة؟ تبغى الفردوس؟ 5 صلوات. هل أنت محافظ عليها؟ هل أنت مداوم عليها ولا قاعد تضيعها؟ لازم تحاسب نفسك، ولازم من الآن كل واحد فينا يعدل نفسه. 5 صلوات هذه ترى سبيلنا وطريقنا للوصول إلى الجنة. لازم نحافظ، لازم نداوم على هذه الصلوات. أهل النار يسألوهم ما سلككم في سقر؟ إيش دخلكم النار؟ قالوا لم نكن من المصلين. ما كانوا من المصلين. لو كانوا من المصلين وما دخلوا النار فين كانوا حيروحوا؟ كانوا حيروحوا جنة عرضها السماوات والأرض. صح تقول لي صعب أحيانا، خاصة صلاة الفجر، الواحد يكون نايم وتعبان ومروق في النوم ويسمع الأذان ويسمع منبه، صعب الواحد يقوم. عارفين أنه صعب. هذا طريق الجنة. الجنة حفت بالمكاره. أنت لما تقوم وتتوضأ وتروح المسجد وتصلي، ترى هذه مكاره قد تكون شاقة عليك، لكن ابشر، هذا طريق الجنة. تبى توصل الجنة، هذا طريق الجنة. لأنه في الجنة حتنسى التعب وحتنسى الهم وحتنسى كل بؤس عدى عليك، وحتتمنى تقول يا رب لو كنت كل حياتي أصلي، يا ليت لو قضيت كل أوقاتي في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن النعيم هناك أفضل من كل شيء. يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة، يعني يغمس غمسة في الجنة، فيقال هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ تخيل أبأس واحد تلقاه فقير وتعبان وهلكان وحالته حالة، غمسة واحدة في الجنة، هل مر بك بؤس قط؟ فيقول لا يا ربي ما مر بي بؤس قط وما رأيت شدة قط. الغمسة نسته كل التعب ونسته كل الهموم ونسته كل الأحزان. فوالله العظيم الجنة تستاهل أن الواحد يقضي أوقاته كلها في سبيل الله، تستاهل أن الواحد يترك شهواته ويترك لذاته ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. يا رب اجعلنا من أهل الجنة، يا رب اجعلنا من أهل الفردوس، يا رب اجعلنا من أهل الفردوس. لو تدعي الله سبحانه وتعالى لا تقول بس يا رب دخلني الجنة وخليني آخر واحد يدخل الجنة، لا لا، اسأل الله سبحانه وتعالى الفردوس الأعلى، قل يا رب ادخلني الفردوس الأعلى. هذا والله أعلم. والله يرزقنا وإياكم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وحاسب نفسك وشوف كيف حياتك، هل هي في طاعة الله سبحانه وتعالى ولا لا؟ لو هي في طاعة الله اثبت، جزاك الله خير، وكمل وزيد من الصالحات. لو أنت بعيد عن الله سبحانه وتعالى، لو حياتك ما هي في طاعة الله سبحانه وتعالى، الآن تغير والآن ترجع وتكثر من عمل الصالحات وتتجه إلى الله سبحانه وتعالى، وبإذن الله الموعد جنة عرضها السماوات والأرض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.